من كتر ما أنا محتار أقول إيه مش لاقي كلام أبدأ بيه. تعالى أكلمك من قلبي بجد شوية. في كام حاجة في حياتك بدون أمان. يعني مثلا كل حاجة أنت متعرفش أي سبب في وجودها، مسألتش نفسك سؤال هو أنت عارف بتعمل الحاجة دي إيه سببها يعني؟ طيب بتفيدك؟ طب بتفيد الناس بحاجة؟ كل الإجابات لأ. ومش ده الغريب، الغريب إنك مستمر فيها، ما تعرفش إيه السبب ولا ليه ولا إزاي وإشمعنى ومكمل. أنت شخص تايه عن الحياة ناسي سبب وجودك الأساسي، ماشي قاعد ترضى ده وناسي إن إرضاء الناس غاية لا تدرك. تايه لدرجة إنك متعلق بأشخاص مطرح ما يروحوا بتروح، ومش عارف أنت رايح على فين ولا بتعمل إيه. أنت قافل كل خلايا مخك، طالما في حد يفكر ويخطط وياخد قراراتك مكانك. ربنا خلقك مخير وليك عقل يتفكر، وأنت برضه مصمم ما تستخدموش. بتفكرني بنفسي وأنا صغير لما كنت تايه، كنت متعلق بأي عربية ماشية على الطريق، أي أسفلت هيوصل. ممكن أغلط ومركبش عربية بلد عشان ممكن أنزل محطة غير محطتي. أيوة أنا ركبت قطر بعد ما نزلت من العربية كنت فاكر إنها هتوصلني أسرع. تايه ومتشعبط في أي أمل بيتحرك على الأرض. المهم أوصل. نسيت أنت نازل الأرض ليه أصلا؟ عاوز أسألك سؤال مهم، هتفضل لحد إمتى تايه؟ قبل ما تجاوب اصبر. أنت فاهم مش حافظ تعمل. هتردد لي بقى شعارات زي مثلا بكرة تعدي كله خير وإن شاء الله هنلاقي أحسن. كل الكلام ده جميل وأنا ما عنديش مشكلة. خلينا يمكن الأول بيقول يبقى الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك ولم تؤثر عليه قوة ما. يعني إن شاء الله واللي جاي أحسن برضه. بس اتحرك. سرعتك لو 30 وضربتهم في 3 والجريد برضه مش هتاخد غير رزق. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. أنا حاسس إنك تايه مني في الفيديو، شكلك مش فاهم حاجة حتى في الفيديو يا راجل. يا عم ركز يا نفسي، يعني أنت عايز توصلني لإيه أوي؟ كل الموضوع ببساطة يا صديقي إنك تركز على حاجة معينة أو مربعة مش هتفرق. يا عم فك شوية كده في البداية. لا والله خد بس خد. هديك الخلاصة. أنا عايزك تاخد وقتك في التفكير قبل ما تاخد أي أكشن، واحسب واعرف رد الفعل قبل الفعل. حدد بدايتك دايما في مجال معين وافضل طور من نفسك واشتغل على نفسك أكتر. حاجة تالتة بقى، اصبر شوية على نفسك، بلاش استعجال. أنت مش عارف إيه يعني في إيه؟ إحنا ورانا حاجة غير المحاولة؟ يا عم حاول، حاول كتير. الأحلام ببلاش، كل الحاجات العظيمة بتاخد وقت. فاصبر وبعدين أنت بتفيد الناس وبتقدم قيمة. أنت ليك مكانة وسط أهلك بعقليتك ورأيك. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة أنت نسيت. فاكر لما سألتني قلت لي أنت أسرع ولا الحصان؟ الحصان. طيب لو عاوزين نقوم في سرعة الحصان قلت لي نركب الحصان، وجيت أركب الحصان لقيتك جايب موتوسيكل. طبعا تسبق الحصان بس أسرع على الأسفلت، إنما الحصان يسبقك في الصحراء، هيسبقك وبمجهود أقل كمان حتى لو الموتوسيكل 50 حصان. سيبك من موضوع الحصان وركز إن كل حاجة في حياتك لها عنوان، عشان لو شفتك هعلقك ولو ما علقتكش هعرفك وهجيبك. وبعد ما تاخد قرار إنك ما تعملش حاجة كورونا، سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.